اذا زاد عندك، اذا استعملتي كميه كبيره من صفار البيض وحبيتي انك تستغلي البياض اللي عندك، فممكن انه تضربيه على ماكينه الخفق مع قليل من السكر يا شيف. نعم. وبرضه نحط عليه شويه فانيلا. فانيلا اكيد. نعم. مع الخفق راح زي ما حكيت انت ينهض نعم. البياض. وممكن انه تصبيه باي قالب من القوالب وتحطيه على درجه حراره منخفضه شيف. نعم. واي نكهه الست بتحتاجها تضعها مع ممكن احط البرش الليمون. نعم. او اي نكهه، نكهه فراوله، نكهه برتقال، نكهه ليمون. زي ما انتم شايفين اعزائي المشاهدين، بدأ السبرينج رول ياخذ اللون اللي بدي اياه. راح ابدا بتحضير الكونديمنتس اللي حكينا عنها، اللي هي المرافقات للطبق. زي ما انتم شايفين هاي الاطباق اللي عندي. راح اضيف صلصة الصويا، راح اضيف الاويستر، وبما انه اثنين نفس اللون فمش راح اخليهم جنب بعض. يا ريت نبدا عملية السكب شيف وليد. يلا. للتارت وللبندق. نعم. وراح احط قليل من الزنجبيل المطحون. الزنجبيل المطحون المخلوط مع الزيت. وزي ما حكينا هاي المرافقات لطبق السبرينج رول. وعندي ثوم المطحون. زي ما انتم شايفين راح نضع السكر على البيض. راح ناخذ السبرينج رول اللي طل معنا. زي ما حكينا بدي استخلص منه اكبر كميه ممكنه من الزيت، فراح احطه على الورق الصحي اللي له فيه خاصيه الامتصاص العاليه، عشان امتص منه اكبر كميه من الزيت. هيك السبرينج رول عندي صار جاهز. زي ما انتم شايفين اعزائي المشاهدين، ندير الشوكولاته والزبده على البيض مع التحريك. نضيف الطحين تدريجيا. زي ما انتم شايفين. زي ما احنا شايفين اعزائنا المشاهدين، طبق السبرينج رول تبعنا جاهز مع كامل الكونديمنتس تبعه او المطيبات تبعته. انت لو شفتي الطبق هذا راح تحسي انه معمول في فندق 5 نجوم او في مطعم 5 نجوم. المكونات كلها هاي اللي اشتغلناها احنا موجوده عندك في البيت، وما فيش داعي انه مثلا نجيبها من برا. كله موجود عندنا من الداخل وما في اي شيء من برا. يعني الخضار اللي استعملناها معظمها موجود في البيت، والمعظم الثاني مش صعب الحصول عليه، بينما في امور اخرى كثير احنا ما بنحصل عليها بسهوله. زي ما انتم شايفين اعزائي المشاهدين، طلعنا عجينة التارت. هذا افضل لون تاخذوا عجينة التارت من الفرن. هيك التارت جاهز شيف. نعم. كنا نحط الفندق بالفرن. نعم. هسه راح نضع شوكولات فندق بالفرن. يا ريت لو نستعجل شوي شيف وليد.
راح نسكب هسه شوكولات فوندو. لازم نترك مجال تقريبا ما بين 2-3 سنتي، عشان بطبيعة الكيك أول ما يأخذ درجة حرارة عالية بيرتفع، بما إنه يوجد بداخله بيض. نفس الشيء طبعا أغلب أنواع الكيك بأخذ درجة حرارة 180. إن شاء الله هسه بدنا نبلش في التارت. نعم. اساعدك بشيء شيف وليد؟ والله يا ريت. راح نضع بدك التقطيع؟ نعم. التقطيع. بستعمل الاحمر؟ نعم. طيب ليش بتستعمل الوان مختلفه من الواح التقطيع يا شيف؟ طبعا شركة الحسب نعم اللي هي النظام الصحي. النظام الصحي عملوا نظام للبوردات. نعم. اللي هو البورد الاخضر للخضار بالكاسترد. نعم. بالخضار، اللون الاخضر للخضار والفواكه. نعم. اللون الابيض للاخباز، واللون الاحمر للحوم. بس احنا بنقدر نغير النظام هذا، نعمل ان احنا بروسيجر او نظام معين، انه مثلا اللون الاحمر نخليه للخضره او للفواكه، بما انه ما نتعدى على اللون بعد ما نشتغل فيه. كستر، راح نستخدم الكستر هسه. كستر. ساعدك انا بتقطيع الفواكه؟ نعم. ساعدك تقطيع الفواكه؟ يا ريت. راح نحشيها بالكاسترد. نعم. اللي هو سويناه امبارح. هاي 3 دقائق. راح نبلش ندوكر بالتارت. نعم. اجيب لك صحن تسكب فيه؟ يا ريت. نسكب الصحن بس شيف وليد. نعم. نسكب الصحن. الله دقيقة. طبعا راح نعمل، طبعا الواحد المدام تقدر تعمل كلهم كيلو. اي ديكور هي بتحبه. اساعدك شيف. نعم. سامعك. اي فواكه متوفرة عندنا ممكن انه احنا نستعملها؟ نعم، اي فواكه حسب الموسم. نعم. هاي هيك جاهزة؟ نعم. هاي هيك جاهزة. وين الكيكتين هاي؟ جيبها. طلعها. لسه. خلاص بس اسكب هاي. هات هاي. نشوف الكيك. وهاي طبق التارت الفواكه صار جاهز. زي ما حكينا اي فواكه متوفرة عندك في البيت تستطيعي انك تستعمليها. زي ما احنا شايفين الاطباق اللي اشتغلناها اليوم
تعتمد على الخضار والفواكه بشكل أساسي، واللي هم فوائدهم كثيرة وضررهم قليل، لأنه زي ما بنعرف شو ما كان في النباتات فهو لا يترسب داخل الجسم. إذا الجسم ما احتاجه أو ما أو زاد عن حده ممكن الجسم يطرحه خارج الجسم. كل اللي اشتغلناه اليوم اشتغلناه كله من الخضار والفواكه. وزي ما حكينا عن الأطباق اللي بدنا نقدمها، يجب أنها تكون أطباق سريعة خفيفة حديثة. الأطباق اللي اشتغلناها اليوم هاي الأطباق الحديثة على مستوانا، والتارت والشوكليت فوندو حسب طلب المشاهدين. وراح نسكب الشوكليت فوندو زي ما انتم شايفين أعزائي المشاهدين. الكونديمنتس اللي حكيناها هون مرافقة للطبق بشكل مباشر للطبق اللي هو طبق السبرينج رول. طبعا يقدم الفوندو ساخن كما هو. نعم. شيف وليد، انا بعرف انه الفوندو لو فتحناها من النص ممكن انه الشوكولاته تصير سائله بالداخل. هي النوع هذا على مينت. ممكن بس نعمل له الديكور. اكيد. سكر. نعم، هي السكر. هي السكر شيف. نعم. راح نعمل له الديكور الخاص فيه. هي سكر، وضاف اليه قليل من الايس كريم كديكور. ممكن اني اضيف قليل من الايس كريم عليه. نعم. نعم. هيك الشوكليت فوندو برضو جاهز. اطباقنا لليوم اطباق ملونه واطباق جديده. ممكن انه زي ما حكيت، لانه هذا الشوكليت فوندو اذا بدي اقطعه بالسكينه فالشوكولاته في الداخل راح تكون سائله، فممكن اني استعمل ايس كريم على الحبه من فوق. وزي ما حكينا انه من الريسكي فود، الاكل الخطر اللي حكينا عنه جديد، انه انت تاكل ساخن اللي هي الشوكولاته والعجينه كلها ساخنه، وتاكل عليها الايس كريم، تحط عليها الايس كريم اللي هو البارد. اطباقنا اليوم منها الفرنسي ومنها الايطالي ومنها الصيني. حبينا نعمل تشكيله هيك على الاطباق كلها، وان شاء الله انه اطباقنا اليوم تنال اعجابكم، وصحتين وعافيه مني ومن الشيف وليد. نحكي لكم كل عام وانتم بخير، نتمنى والف صحه وعافيه. عجبوكم ان شاء الله، وان شاء الله الايام الثانيه اللي بتطلبوا ان شاء الله اي طلبات اخرى راح تطلبوها منا ان شاء الله راح نلبيها لكم انا او الشيف وليد. وكل عام وانتم بخير وصحه وعافيه.